أنتم ما سألتوش وأنا زعلت على فكرة، بس ماشي أنا انتقدتها حاليًا، ولكن أنا جيت أجاوب من غير حتى ما تسألوا، وليه ما خططتش 2026 زي ما خططت معاكم 2023 و24 و25، فجيت أجاوبكم في هذا الفيديو. يلا بينا. بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا بخير وأحسن حال. طبعًا أنا ما خططتش 2026 زي ما أنا متعود معاكم إن أنا باشارككم التخطيطات والحاجات اللي أنا باعملها، وعملنا في 2023 ديزاين مع بعض و24 و25، فكل مرة كنت باطلع أخطط معاكم وأعمل أهدافي وهكذا. ولكن جيت في 2026 قررت إن أنا ما أخططش أول السنة. هتقولوا اشمعنى؟ بصوا يا جماعة، أنا بصراحة فكرت كتير في موضوع التخطيط ده، لقيت في 2023 حققت أهداف بنسبة 70%، و24 حققت أهداف بنسبة 50%، و2025 حققت أهداف بنسبة برضه 50%. لقيت إن طبعًا إحنا طبعًا مش لازم نحقق أهدافنا بنسبة 80 70%، ولكن حسيت إن الموضوع لازم يعني يبقى 80% 70%، فحسيت الموضوع بدأ يقل ودي حاجة مش كويسة. فلما جيت قلت طب اجي اخطط السنه الجديده، حسيت ان انا السنه الجديده دي سالت نفسي فيها كام سؤال، حسيت ان انا الاسئله دي ما جاوبت عليها بالطريقه اللي انا مش عايز اسمعها، وهي هل السنه الجديده دي 31 12 25 بيفرق معايا في 1 1 2026؟ لقيت نفسي لا، يوم بيبقى زي اي يوم، بصحى الصبح عادي، بيحصل اجواء طبيعيه. طب هل الاجواء دي بتبقى مختلفه؟ لا، لسه مجاوب ان هي اجواء طبيعيه. طب روحانيات مختلفه؟ لا. طب هل بيحصل حاجه جديده داخليه مثلا من نادر او من اي شخص هيسال نفسه، بيحصل حاجه جديده بيحس مثلا بتغيير جديد؟ برضه لا. فحسيت الاجابات دي مش دي اللي انا عايزها. انا عايز احس بروحانيات مختلفه، عايز احس بان انا فعلا متغير، حاسس بتغير حتى لو ما عملتش حاجه، بس حاسس بتغير، حاسس ان انا عايز اقوم من النوم الدنيا كلها حواليا متغيره ومساعده، فيبدا ان انا من البدايه مساعداني على ان انا احقق الاهداف. فلقيت ان الاجوبه دي كلها هي من بدايه 31 شعبان لواحد رمضان. فقررت ان انا اخطط اهداف السنه بتاعتي من بدايه رمضان، غير طبعا اهداف رمضان دي هنعملها مع بعض برضو. هي اهداف السنه عموما من بدايه رمضان لحد رمضان اللي بعده، وده ان شاء الله اللي انا هعمله السنه دي. وهنغير شويه، يعني احنا مش هنقول ان احنا على طول بنعملها، ولكن هنغير ونشوف هل احنا بنحدد اهدافنا كل سنه من 1 1 26 مثلا او 1 1 اي سنه مختلفه عن 1 رمضان، فهنشوف الفرق. لان بصراحه حاسس ان هيبقى في فرق، حتى لو رحتش اجواء مختلفه، حاسس ان في حاجات هتساعدني كتير، حاسس حتى ان انا هخرج من رمضان متغير نسبه 30 20 40%، فده هيساعدني كتير جدا فبعديها في طول السنه. وكمان شفت فيديوز كتير جدا عن افكار السنه وهكذا، فلقيت افكار كويسه وافكار حلوه قوي، وان شاء الله لما اجي اعملها معاكم اخر الشهر ده ان شاء الله، عشان رمضان ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، اعتقد 18/2، هنعملها مع بعض وهقول لكم وهشارككم بالحاجات اللي انا هعملها، وكمان مش هنسى فيديوهات رمضان اللي احنا نعملها. فان شاء الله فيديوهات جايه كتير جدا، فلو حابب تشارك معايا المشاركه دي قول لي في الكومنتس نبدا مع بعض، او لو حد جربها يقول لي حس بفرق ولا ما حسش بفرق، وحققت اهدافكم قبل كده وحسيتوا ان الاهداف بتاعتكم بتتحقق كل سنه زي ما انتوا عايزين ولا لا. فده كان اخر الفيديو، مش هنطول قوي في الفيديو ده لان هو بس مجرد ان انا بعرفكم ايه اللي هيحصل. وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه بحماس وباحسن حال برضه ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.